في حتة بعيدة في السعودية. كان في بنت اسمها رحاب، وقصة حياتها كانت عاملة زي فيلم دراما. أبوها مات وهي لسه صغيرة، فربتها أمها واللي كانت ليها الأب والأم في نفس الوقت. رحاب كبرت واتخطبت لرجل محترم واتجوزوا، وربنا رزقهم ببنت جميلة سموها مها. كانت مها دنيا أمها رحاب كلها. بس دايما الحياة مليانة منعطفات، ممكن المنعطفات دي تغير كل شيء في حياة البني آدم. المهم جوزها بدأت تظهر عليه علامات مرض نفسي غريب، ودخل المستشفى وما قدرش يكمل مسؤوليته تجاه عيلته. رحاب المسكينة اضطرت تتطلق وترجع لبيت أمها في جدة عشان تربي بنتها لوحدها. رحاب تحدت الفوز وحاولت تدور على شغل علشان تساعد نفسها وبنتها، وربنا فتح عليها واشتغلت في شركة مستحضرات تجميل، ومرتبها ابتدى يكبر. ومن المرتب ده كانت بتصرف على نفسها وعلى بنتها وعلى أمها اللي معاشها كان قليل كمان. وبعد فترة مش كبيرة كأن القدر حب يكافئ رحاب على صبرها، وظهر في طريقها شاب اسمه علي محسن. كان راجل قال عن نفسه إنه مطلق وعايش في جدة وعايز يبدأ حياة جديدة. رحاب اتعلقت بالأمل ووافقت تتجوزه، لكن للأسف ده كان بداية النهاية. الراجل ده طلع نصاب وبيتعاطى المخدرات بعيد عنكم جميعا، ومش شغال أصلا، بقى عايش على فلوس رحاب للأسف. كل ده غير إنه بعد الجواز كان بيعملها أسوأ معاملة، إهانات وضرب، حياة لا تحتمل الحقيقة. لكنها بالرغم من كده حاولت تتحمله عشان نظرة الناس للمطلقة ما كانتش أحسن حاجة. لكن الحقيقة ما قدرتش. راحت اشتكت عليه في اسم الشرطة أكتر من مرة، وكتبوا عليه تعهد يبعد عنها، لكنه كان بيرجع تاني. وصلت للقرار الصعب وطلبت الطلاق، وسكنت في شقة جديدة بعيد عنه. لكن للأسف علي بالعقلية السيئة بتاعته دي كان بيفكر في خطة انتقام كبيرة. عرف مكان الشقة الجديدة وراح لها الشقة وضربها واعتدى عليها وسجنها مع بنتها والخادمة 4 أيام كاملة، وهو ماسك سكينه وبيهددهم بيها. بحكمتها رحاب خدعت علي ووعدته إنها هترجع له. مش بس كده، دي كمان هتقدم له على قرض سكني كبير 500,000 وتديله الفلوس دي له وحده. طبعا ساعتها الطمع ملأ عينيه، وافق وفكها، فاستغلت الفرصة وهربت مع بنتها والخادمة لبيت أمها وبلغت عنه. أكيد زي ما انتم متوقعين بالظبط، الحكاية لسه مخلصتش، الأكشن كله لسه جاي. بس ياريت تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو ده علشان نكمل ليكم حكايات أقوى كل يوم. الوحش ده كان مستنيهم، دخل عليهم البيت مرة تانية وفاجئها وهي قاعدة مع بنتها، ومسك في إيده إبريق شاي حديد. قال لها تفتح بقها، وحط في بقها أسيد، وده نوع من أنواع المواد الكاوية اللي بتسيح اللحم والعظم. أكيد كلكم سمعتوا عنها قبل كده. صراخ رحاب وبنتها الصغيرة مها اللي عمرها كان أقل من 4 سنين كان عالي جدا، خلى الجيران اللي حواليهم يسمعوا الصراخ بوضوح. فجيرانهم جريوا وقعدوا يخبطوا على باب الشقة علشان حد يفتح، وطلبوا البوليس والإسعاف. وفعلا الإسعاف والبوليس جم، وإذ يفاجئوا بالمنظر الفظيع ده، الست وبنتها بيتحرقوا من جوه،
بالمادة الأسيد دي اتنقلوا كلهم للمستشفى، لكن للأسف رحاب ماتت على طول، للأسف. أما الطفلة مها فتشوهت شكلها بالكامل، وده هيخليها بعاهة وتشوه طول عمرها. أما الوحش علي محسن فتم ضبطه على طول واتحاكم وطلبوا إعدامه، لكن المحكمة أجلت تنفيذ الحكم عشان تستنى الطفلة مها تكبر، عشان هي صاحبة الحق. تختار هي تقتص منه ولا تعفو عنه؟ نتمنى ليكم جميعا السلامة من كل شر. دي كانت قصة رحاب يا صديقي، قصة تبكي أي حد اسمعها، وبتخلينا ندعي ربنا يحفظنا ويحمينا من شر النفوس المريضة. وفي نهاية الكلام، سلام.